السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير ديال الفراولة اللي تيجي بسيط ولذيذ وسهل في التحضير. فلا بغيتو تعرفوا على الطريقة والمقادير تبعوا معايا الفيديو، فيلا نبداو بسم الله. اولا غادي نقدم لكم بعض النصائح بخصوص الفراوله. بالنسبه للفراوله فحنايا مثلا يعني منين غادي نمشيو للسويقه ولا غادي نبغيو نتقداو، فاخر حاجه كتشرى هي الفراوله. يعني ماشي نشريو الفراوله ونمشيو عاد نتقداو باقي التقديه ديالنا، حيت الفراوله يعني ما كتكون حساسه بزاف مع يعني الحراره، ما كتبغيش الحراره. يعني اصلا البائع منين غادي يديرها لنا في واحد البلاستيكه وحنا عاد غادي نمشيو نكملوا التقديه ديالنا، يعني راها كتكون مسدوده بديك البلاستيك. زائد نبقاو غاديين ها اللي كيضرب لنا القفه او البلاستيك من هنا، ها اللي كيضرب لنا من هنا. فاذا النصيحه الاولى هي ان يعني الفراوله اخر حاجه كتشرى نشريوها نيشان للدار. سمعتوني نيشان للدار. تاني نصيحة هو أننا من تنجيبوها تنحيدوها من ديك البلاستيكة، يعني تنتريوها اللي لقينا بحال دابا شي حبات طايبين ولا شي حاجة تنحيدوهم. زائد طريقة التنظيف ديالها هو أننا يعني كنديروها في واحد الإناء وتنعمروه بالماء وتنغسلوها مرة وجوج وثلاثة حتى داك الماء يعني تيولي لنا يعني نظيف وما تيبقى فيه حتى شي تراب. حيت اصلا الفراوله يعني كتكون هي كتلامس التراب، يعني ماشي فراوله راه كتكون معلقه في الشجر وكنقطفوها ولا شي حاجه، يعني كتكون هي قريبه من التراب بزاف. ثالث نصيحه هو ان الفراولة مين كنبغيو نغسلوها ما كنحيدولهاش دوك الأوراق ديالها، داك الطريبيج ديالها ولا شي حاجة. غادي تقولي لي واه يعني بلا ما نبقاو نغسلوها مرة وجوج وثلاثة نحيدو لها داك الطربوش ونتهناو وحنايا حيدنا زعما داك التراب. لا، هذه طريقة خاطئة. حيت الا حيدنا دوك الاوراق الفوقانيين يعني دوك الطربوش كيف ما تنقولوا ديال الفراولة وعاد غسلناها يعني باش نسربيو دغيا الغسل ديالها، ف يعني الفراولة غادي تشرب لنا داك الماء، غادي تشرب لنا كذلك يعني التربة أو التراب اللي كان فيها، وهكا يعني كتكون عندنا فراولة غير صحية صراحةً. فإذا إلا بغينا نغسلوها ما تنحيدولهاش داك الطربوش حتى تنظف مزيان تيولي لنا الماء نظيف. عاد ديك الساعة يعني تنصفيوها وتنبغيو ديك الساعة نحتفظوا بها في الثلاجة أو في المجمد، تنحيدو لها داك الطربوش. فانا هنايا من بعد ما نظفتها صفيتها وقطعت الفراولة ديالي الى قطع يعني عشوائيه، قطع متوسطه يعني المهم اللي بغيتو. وغادي نضيف عليها واحد الكأس ديال السكر. فانا هنايا عندي هاد السنيده هادي ما حلواش بزاف، داكشي علاش يعني درت كاس. المهم نتوما الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، السكر تيبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا هي نص كاس، جوج معالق كبار، كاس صغير اللي كتفضلوا. فانا هنايا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها في الثلاجة حتى داك الفراولة كتطلق لنا وهداك السيرو، يعني تنخليوها من 4 5 6 ديال السوايع في الثلاجة. صافي بعد ما يعني الفراولة طلقات لي داك الماء يعني السيرو ديالها طلقاتو، غادي نديرها في الخلاط الكهربائي. عفوا، غادي نحتاج واحد العلبة ديال الياغورت، غنحتاج كذلك واحد الكأس ديال الماء، ماء بارد طبعا. غادي نديرها في الخلاط الكهربائي بالسيرو ديالها بكلشي، يعني نضيف الفراولة كلها دفعة واحدة. غادي نضيف لها علبة ديال الياغورت، انا استعملت بنكهة الفانيلا، ممكن ديروا بنكهة الخوخ، الفراولة الطبيعي، الموز اللي كتفضلوا. ومن بعد غادي نضيف له الماء. ممكن الماء تضيفوه حتى الاخر، يعني الا شفتوا يعني الا بغيتو عصير يكون ثقيل يعني تخليوه هكاك، بغيتوه يكون شويه خفيف كتضيفوا الماء. فانا هنايا ضفت يعني كاس ما عامرش، يعني نقولوا نص كاس. صافي وها هي من بعد ما طحنت الفراوله ديالي كتطحن مزيان. فكيف ما شفتوا فانا جاني يعني ما بين خفيف وما بين ثقيل، يعني ما بغيتوش ثقيل بزاف وما بغيتوش خفيف بزاف. صافي يعني الا كنا غادي يعني نقدموه دابا تنديروه في كؤوس التقديم، الا كنا مازال ما يعني ما نقدموهش تنردوه للثلاجه ونخليوه يزيد يبرد. انا غادي نقدمه مباشره، غادي نديروه في كؤوس ديال التقديم. وهكا تيكون العصير ديال الفراوله ديالنا جاهز. تيجي الطعم ديالو بالنكهه ديال الفاني مع الفراوله، تيجي لذيذ بزاف وصحي. وبما ان الموسم ديالها يعني هو هذا، فعلاش لا يعني ما نستافدوش من الفوائد ديالها. واصلا حتى الثمن ديالها ولا دابا غادي ينقص. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات.
ولأي استفسار أو اقتراح أنا راهنا إشارتكم، خذوا في التعليقات وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. بالصحة والراحة.